محافظة الفيوم. نروح الفيوم ونرجع مع حضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام. نظرا لأهمية الإعلام المرئي والمسموع في حياتنا اليومية، كونه يلعب دورا هاما وحيويا في تشكيل الوعي العام وتوجيهه، لذا فهو وسيلة هامة تقوم هيئة تنشيط السياحة بمحافظة الفيوم في الوقت الحالي بمحاولة استغلالها، وذلك من خلال البحث عن وسائل إعلامية داخلية وخارجية تسهم في تنشيط السياحة داخل محافظة الفيوم والتعريف بأهم ما تتميز به المحافظة من مقاصد سياحية متعددة. جدير بالذكر أن محافظة الفيوم استضافت مؤخرا مهرجانا كبيرا للخيول العربية الأصيلة بقرية دمو للترويج للسياحة، شارك به العديد من السياسيين والمهتمين بقطاع السياحة. محمد هاشم زكي، مدير مركز نيل الإعلام بمحافظة الفيوم. كلامنا حضرتك عن دور مركز نيل الإعلام في تنشيط السياحة الداخلية داخل المحافظة. الحقيقة الهيئة العامة للاستعلامات ككلها كهيئة من خلالها يتم العمل بمحاور يكون من عمل مركز النيل للإعلام بالفيوم منبثق من هذه المحاور، ومن ضمن المحاور محور السياحة. طبعا حضراتكم بالنسبة للفيوم، الفيوم هي مصر الصغرى، إقليم مصر الصغرى، وهي محافظة واعدة بمقومات سياحية عديدة. وطبعا دور مركز النيل الإعلام كمهتم بالتنمية المستدامة، بنهتم أكتر بتنشيط السياحة الداخلية من خلال عقد المؤتمرات والندوات. والله يا محافظة الفيوم بتمتاز بآثار سياحية جميلة جدا عظيمة. احنا يعني ربنا حبانا بمناطق غنية جدا من قديم الأزل. احنا المفروض نهتم بها سياحيا وننشطها ونستثمرها ونشتغل عليها تسويق اكتر، نبرز المعالم الجميلة في المحافظة بتاعتنا. ده طبعا دور المحافظة ودور المؤسسات الأهلية. المفروض ان احنا نشتغل نتكاتف جهود المؤسسات الأهلية مع دور الهيئات الحكومية مع هيئة تنشيط السياحة. المفروض كلها تتكاتف عشان تبرز النواحي الجمالية في المحافظة وتسوق لها أكتر. الفيوم طبعا محافظة بتمتلك مقومات سياحية كبيرة جدا، ويمكن استغلالها على أعلى مستوى، وتبقى بؤرة جذب سياحي سواء للسياحة الداخلية أو السياحة الخارجية. وده بيحتاج لتضافر كل الجهود سواء حكومية أو مؤسسات أهلية أو مواطنين عاديين. كل واحد فينا لازم يعرف ان هو بيأدي رسالة بتفيد مصر وبتفيد محافظته على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياحي. لحد اللحظه اللي بنتكلم فيها الفيوم ما خدتش حقها في الترويج السياحي، وخصوصا في الفتره الاخيره بعد اللي شفناه في افتتاح المتحف بتاع وادي الحيتان. ده كان ممكن يستغل استغلال جميل جدا على اعلى مستوى، وان هو يعمل دعايه لمحافظه الفيوم والترويج للسياحه في الفيوم. وعدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد هذا التقرير من محافظة الفيوم. محافظة واعدة ولكن محتاجة نقول نظرة تانية، محتاجة إعادة هيكلة، علشان الفيوم فعلا محافظة رائعة، موقعها متوسط جدا، قريبة من القاهرة وقريبة من بني سويف وقريبة من المنيا، ليها العديد من المداخل والمخارج، والطرق فيها أصبحت طرق رائعة، ولكن محتاجة نظرة مننا كلنا بصراحة. هيئة تنشيط السياحة، محافظة الفيوم، وزارة السياحة، علشان الفيوم تاخد موقعها على الخريطة السياحية. خطة لاستعادة السياحة الوافدة إلى مصر من بولندا